طيب السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده كده هنشرح سريعا الابديت الجديد بتاع فيجما نزلت ابديت جديد، نزلت فيتشر جديدة في الكومبوننت اسمها سلوت. هي في البروبرتيز بتاعت الكومبوننت، كان اي كومبوننت عايزين نعمل لها بروبرتيز بيكون عندنا فيه 4، فبقى في حاجة جديدة اسمها سلوت. انا بالنسبه لي شايفها حاجه مفيده وجميله الصراحه، عشان هي بتحل مشكله كانت موجوده عندنا. واحنا لما يكون عندنا كومبوننت، الكومبوننت دي اخدنا منها انستنس زي ده مثلا. تمام، خلينا ناخده تاني. اخدنا انستنس من الكومبوننت دي، فبيكون عندنا مشكله ان احنا مش بنقدر يكون عندنا الاريحيه الكامله في ان احنا نعدل هنا اي حاجه في الجزء ده. مثلا لو انا عايز اضيف حاجه جديده، هفترض ان انا عندي مثلا الزرار ده، ولنفترض زرار صورة او صورة مثلا. الصورة دي انا اي حاجة من دي مش بقدر اضيفها جوه ال الكارد بتاعي ده، جوه الانستنس ده. حتى لو اخدت ده كوبي مثلا وحاولت ارميه جوه هنا، مش بتظبط. تمام. فالمشكلة دي او الابديت بقى اللي فيجما عملته، ان احنا نقدر نعدل في الجزء ده. ازاي بقى؟ طبعا في اكتر من طريقة، بس خلينا نقول ان احنا عملنا مثلا الكومبوننت بتاعتنا بالشكل ده. فانت بتحدد مثلا الفريم اللي تحت ده، او بتضيف فريم من جديد على حسب ما انت عايز. لو هتضيف فريم جديد جوه هنا كده، تمام، وبتقوله ان انا عايز اعمل الفريم ده احوله لسلوت. لو وقفت على الايقونة دي هيقولك convert to slot. لو ضغطت عليه وربطته بالسلوت، او بتعمل properties للكومبوننت الرئيسية من هنا، زي ما احنا بنعمل property عادي، وبعد كده بتربط الفريم ده بالproperty اللي انت عملتها. فخلينا نقول ان احنا ما عملناش الكلام ده كله خالص. احنا عادي عملنا فريم، قسمنا الكومبوننت بتاعتنا، في عندنا فوق صورة، في عندنا الفريم تحت اللي فيه الكونتنت بتاعنا. فانا هقف على الفريم ده وهعمله سلوت من هنا convert to slot، او ان انا هعمل عليه كليك يمين وهروح اضغط على convert to slot من هنا. وبالتالي فبيتحول معايا لونه كده للون بينك كده فاتح. ايه اللي بيتغير بقى؟ بيتغير عندي ان انا هنا في الانستنس بتاعتي دلوقتي بقى انا اقدر اعدل على اي حاجة جوه السلوت ده. يعني اقدر اعدل على الاتنين دول، اقدر اعمل الفريمين دول فوق تري اوت، اقدر اضيف اي حاجة فيه. لو انا مثلا عندي صورة حابب ان انا اضيفها فيه، اقدر دلوقتي اضيفها فيه. لو انا عندي مثلا اي حاجة، لو انا عندي مثلا زرار، فاقدر اضيف الزرار ده برضو فيه. اي ايقونة، اي صورة، اي حاجة اقدر اعدل على الجزء ده عامة. تمام. طيب في حاجة كمان بقى، الا وهي انه انت لما بتروح على السلوت ده تقدر مش من هنا. اوكي، هو بتضاف. تنفع من هنا. لما بتحدد السلوت ده بتقدر تروح على السيتنج دي او الايديت بتاعته، بتيجي هنا تحت تقدر تضيف instance من ال components اللي موجودة عندك في الفايل بتاعك، أو سواء في مكتبة معينة أنت منزلها. فبتقدر تسلكت كذا حاجة. خلينا مثلا سلكت مثلا ده، وأسلكت مثلا ده، وأسلكت ده. تمام. مش مهم أيا يكن، أنت بتحدد براحتك فبيظهروا هنا. تمام. في السيتنج أو في الإيديت بتاعة السلوت ده، لو أنا محدد السلوت ده وبفتحها من هنا، بضيفها من هنا الانستنس دي. طيب ده ايه؟ او ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ان انت آم، لو في عندك مثلا الكارد ده، انت بتروح على يعني مجرد ان انت واخد الانستنس ومحدد السلوت ده. تمام. ففي ايقونة بلس كده بتكون موجودة تحت، فلما بتضغط عليها بيبدأ يجيب لك الكومبوننت او الانستنس اللي انت محددهم، فبتقدر تقاد دايركت اي حاجة من اللي انت من اللي انت محددها. تمام كده. تقدر مثلا تقاد الجزء ده، فبتقدر ان انت تقاد كل ده بسهولة جدا. فطبعا يعني اختصارا للوقت مش هقعد اشرح
طرق تانية أو استخدامات تانية ليها، ولكن أنا شايف هي حاجة كويسة أوي، مُريحة، لإن إحنا موضوع الslot ده كان بيخلّيك تقعد تعمل properties كتيرة للcomponent عشان تبدأ تعدِّل فيها، تغيّر فيها بعض الحاجات، الحاجات دي عايزها تبقى ظاهرة إمتى، مش ظاهرة إمتى، فكده هيدّيك أريحية أو هيوفّر معاك شوية properties كتير ممكن تعملها للcomponent عشان تبقى متغيّرة وتقدر تعدِّل فيها براحتك أو تختار الinstance أو توصل للشكل اللي أنت عايزه يعني. وبس أتمنى يكون الفيديو ده كان سريع بس كده عن إيه الupdate الجديد اللي نزل، ممكن نبقى نعمل فيديو تاني يكون فيه شرح أكتر عن استخداماته أكتر في cases مختلفة، وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.